مصطفى هنا سأل سؤال مهم جدا، اللي هو بيقول ايه؟ طب ما هو الصح يا عم عمرو انه الشخص يكشف على البرنامج الاول بتاع تليفوني ويتأكد ان الموبايل ده ما عليهوش ضريبة ولا لا قبل ما يشتريه. كلامك وسؤالك منطقي جدا، ولكن ده مش معناه انه التليفون لما يكون مقفول وانت كشفت عليه وزيرو ضريبه او ما فيهوش ضريبه يبقى هو فعلا ما فيهوش ضريبه. ليه بقى؟ لانه اجهزه كتير من شركات كتير، ريلمي، هواوي، سامسونج، اوبو، ايا كانت الشركه هي ايه، لما يكون جاي من بره مصر مش كل السريالات نمبر بتكون معروفه داخل الدوله. بتتعرف امتى؟ لما التليفون يتفتح وتتحط جواه شريحه. على سبيل المثال انا كواحد ما يبيع موبايلات، لما حصل الحوار ده الاول اجهزه كتير استعلمت عليها هنا قبل ما افتح الموبايل او احط فيه شريحه كان زيرو ضريبه، ما فيهوش اي مشكله. لكن الموبايل بعد ما يتفتح وتحط فيه الشريحه ممكن في نفس اليوم او تاني يوم او تالت يوم تلاقي في رساله جاتك انه خلال 90 يوم هيتم ايقاف خدمه الشبكه من عندك. يبقى ايه كده؟ يبقى كده السيال نمبر بتاع الموبايل الدولي او اللي مش معروف مصدره مش بيكون معروف للدولة الا لما يتحط فيه الشريحة والسيستم بتاع الاتصالات يقرأ البيانات عن طريق الشريحة اللي ركبت. يعني اتأكد من حاجة، معلش طولت عليكم في الفيديو شوية بس انا عايزك تفهم بوضوح خطوة خطوة. لما تروح تشتري موبايل مكفول مش معنى انك انت استعلمت عليه من بره هنا او طلبت شباك زيرو ست شباك بعد ما تطلع التليفون وزيرو ضريبه معناه كده خلاص ان هو معلوش ضريبه. تتاكد امتى بقى؟ لما تحط شريحتك تستخدم الموبايل اسبوع اتنين تلاته بتظهر معك جات لك رساله انه في ضريبه، يبقى عليه ضريبه والتليفون ده مش تصنيع محلي او مش ضمان محلي. ما جاتكش رساله يبقى تليفونك كويس تمام التمام طالما مكتوب على العلبه ميد ان ايجيبت تصنيع مصري ومعاك ضمانك ومعاك وكيلك وانت عارف انه واخده من محل موثوق معروف، ولو حصلت فيه مشكله تقدر ترجع له يحل لك المشكله بتاعتك. فهمتني؟ تحياتي ليك، بحبك في الله.